أتسرقين زوجتي يا أمي؟ ألهذا الحد وصلت بك الغيرة والحقد؟ كانت زبيدة تقسم بالله أنها بريئة، لكن أحدا لم يكن يستمع لها. هنا نطق بدر بالكلمة التي زلزلت الأرض تحت أقدام العجوز الصابرة: لا أريد أن أرى وجهك في هذه المدينة بعد الآن. لقد أعطيتك من عمري الكثير، والآن حان وقت رحيلك بلا عودة. في قديم الزمان، وحيث كانت المدائن تبنى بالحب والوفاء، عاشت في أطراف بلاد الرافدين امرأة تدعى زبيدة. كانت زبيدة مثالاً للمرأة العربية الأصيلة الصبورة. توفي زوجها التاجر وهي في ريعان شبابها ونضارتها. ترك لها طفلاً رضيعاً أسمته بدراً ليكون ضياء ليلها. لم تقبل زبيدة بالزواج بعد رحيله رغم كثرة الخطاب والوجهاء. نذرت حياتها وشبابها وجمالها لهذا الطفل الصغير الوحيد. كانت تمتلك داراً واسعة وحديقة غناء ورثتها عن أبيها، لكن تقلبات الدهر والحروب أكلت الأخضر واليابس في التجارة. اضطرت زبيدة أن تبيع حليها الذهبية قطعة وراء قطعة. باعت أقراطها التي كانت ذكرى من عرسها لتشتري له الحليب. باعت قلادتها الغالية لتوفر له ثيابا تليق بأبناء الأكابر. كانت تعمل في غزل الصوف تحت ضوء السراج الضئيل. تغزل والدموع تنهمر من عينيها خوفا على مستقبل بدر. كبر بدر وكان آية في الجمال والذكاء والبيان. كانت زبيدة تحرم نفسها من لقمة العشاء ليأكل هو ويشبع. تقول له: كل يا بني، فإني قد أكلت عند الجيران، وهي طاوية. تلبسه الحرير وتمشي هي في ثياب مرقعة طهرتها اليدين. أدخلته عند أفضل المؤدبين في المدينة ليتعلم الأدب والعلم. كانت تراقبه من بعيد وهو يتعلم ركوب الخيل بفروسية عالية. تشعر بالفخر والاعتزاز كلما رأت نظرات الإعجاب في عيون الناس. كانت تقول في سرها: هذا حصاد عمري وشقى سنين الطويلة. عندما بلغ 16 بدأت تدربه على أصول التجارة القديمة. علمته كيف يفرق بين التبر والتراب وبين الصدق والكذب. كان يميل برأسه على حجرها ويعدها بالوفاء والبر الدائم. يقول لها: يا أمه، سأبني لك قصرا تحاكى به الأساطير. كانت تبتسم وتمسح على رأسه بقلب يملأه الحب النقي. مرت السنوات واشتد عود بدر، وأصبح تاجرا له شأن في السوق بفضل صلات أمه القديمة وسمعة والده الراحل الطيبة. بدأت الأموال تتدفق من جديد، وعاد العز للدار الكبيرة. كانت زبيدة تظن أن شقاءها قد انتهى وأن الراحة قد حانت. لم تكن تعلم أن القدر يخبئ لها امتحانا يزلزل الجبال، وأن الحية الرقطاء ستدخل بيتها تحت مسمى عروس. عروس ستغير قلب بدر وتقلب موازين الوفاء إلى جفاء. بدأت زبيدة تبحث لابنها عن زوجة تصون عهده وتحفظ وده، لكن بدرا وقع في شباك جليلة ابنة أحد الطامعين. كانت جليلة تملك وجها كالقمر وقلبا كالحجر الأصم. رأت في بدر المال والجاه ولم تر فيه الأم العجوز. بدأت المكائد تحاك في الظلام قبل دخول العرس حتى. كانت زبيدة تشعر بحدس الأم أن هناك خطرا يقترب، لكنها صمتت لكي لا تفسد فرحة قلبها ووحيدها بدر. تمت مراسيم الزفاف الأسطورية وسط ذهول أهل المدينة، وزبيدة تقف كالنخلة الشامخة توزع العطايا على الفقراء. كانت تلك آخر أيام سعادتها في الدار التي بنتها بدم القلب. دخلت جليلة القصر وهي تضمر الشر لكل من فيه، وبدأت تزرع في أذن بدر كلمات مسمومة كالعسل المر. تقول له:
إن أمك ما تزال تعاملك كطفل صغير يا سيد الرجال، تارة تشتكي من نظراتها وتارة من تدخلها في شؤون المطبخ، وبدر ينصت والغل يتسرب إلى قلبه شيئا فشيئا تجاه أمه. بدأت جليلة تنسج خيوط المكيدة كعنكبوت محترف في زوايا القصر. كانت تتعمد إهانة الخدم أمام زبيدة لتستفز وقارها وهدوءها، وعندما تحاول الأم النصح كانت جليلة تصرخ وتدعي البكاء المرير. كانت تقول لبدر: أمك تريد أن تظل هي الآمرة والناهية في مملكتي. بدر الذي كان يرى في أمه قداسة بدأ يرى فيها الآن عبئا ثقيلا. بدأت جليلة تمنع الأم من الجلوس في صدر المجلس أمام الضيوف. كانت تدعي أن ثياب الأم القديمة لا تليق بمستوى زوجات التجار. زبيدة كانت تصمت، تبتلع غصتها وتمسح دموعها بطرف خمارها. وفي ليلة من الليالي تعمدت جليلة كسر مزهرية أثرية غالية الثمن، وعندما جاء بدر قالت له والشهقات تملأ صدرها: أمك من فعلت ذلك؟ لقد قالت لي إنني لا أستحق العيش في هذا العز وهددتني بالطرد. اشتعل الغضب في عيون بدر ونسي كل لقمة وضعتها أمه في فمه. ذهب إلى غرفة أمه وجدها تصلي وتدعو له بالهداية والرزق الوفير. لم ينتظر انتهاء صلاتها بل صرخ بوجهها صرخة هزت أركان الغرفة: يا أمه، كفاك تنغيصا لحياتي وكفاك حقدا على زوجتي المصونة. نظرت إليه زبيدة بذهول وهي لا تصدق أن هذا هو طفلها الذي ربته. قالت له بصوت مرتجف: يا ولدي، هي من تكذب، أنا لم أفعل شيئا. لكن بدرا كان قد أعمى الحب والشر قلبه، فرد عليها بقسوة الصخر: منذ اليوم لا طعام لك معنا ولا جلوس لك في ردهات القصر. أمر الخادم بوضعها في غرفة مظلمة بآخر الحديقة كانت تستخدم للتخزين. كانت الغرفة باردة رطبة لا يدخلها ضوء الشمس ولا أنس البشر. مرت الأيام وزبيدة تذبل كما تذبل الزهرة في مهب ريح السموم. كانت مريم الخادمة الوفية تتسلل لها بعض الطعام خفية عن أعين جليلة، لكن جليلة اكتشفت الأمر وقامت بضرب الخادمة وطردها شر طرده. أصبحت زبيدة وحيدة تماما لا تجد من يحنو عليها أو يواسيها. بدر كان يمر من أمام غرفتها ولا يلقي حتى السلام على من حملته. وفي صباح يوم ممطر قررت جليلة أن تنهي الفصل الأخير من المسرحية. ادعت أن خاتمها الماسي قد سرق واتهمت الأم بأنها خبأته لبيعه. دخل بدر غاضبا وبعثر متاع أمه القليل وقلب غرفتها رأسا على عقب. لم يجد الخاتم، لكن جليلة كانت قد وضعته خفية في سرة ثياب الأم. عندما سقط الخاتم من بين الثياب صعق بدر وتجمد الدم في عروقه. أتسرقين زوجتي يا أمي؟ ألهذا الحد وصلت بك الغيرة والحقد؟ كانت زبيدة تقسم بالله أنها بريئة، لكن أحدا لم يكن يستمع لها. هنا نطق بدر بالكلمة التي زلزلت الأرض تحت أقدام العجوز الصابرة: اخرجي من داري، لا أريد أن أرى وجهك في هذه المدينة بعد الآن. لقد أعطيتك من عمري الكثير، والآن حان وقت رحيلك بلا عودة. أمسك بكتفها الهزيلة وجرها إلى باب القصر الكبير تحت المطر. رماها في الزقاق وأغلق الباب العظيم بصوت دوي في مسمعها. سقطت زبيدة على الأرض الطينية والماء يمتزج بدموع القهر والذل. كانت تنادي: يا بدر، يا ولدي، ارحم شيبتي وارحم ضعفي. لكن قلب بدر كان قد استحال حديدا ولم يفتح الباب الموصد. قامت زبيدة تجر أذيال الخيبة، لا مال معها ولا زاد ولا مأوى. سارت في شوارع المدينة والناس ينظرون إليها بشفقة واستغراب. كانت تتوارى عن الأنظار لكي لا يرى أحد انكسار خنساء زمانها. وصلت إلى أطراف المدينة حيث تنتهي البيوت وتبدأ القفار الموحشة.
هناك تحت شجرة يابسة جلست تندب حظها وتشكو لله ظلم ولدها. وفي تلك اللحظة رآها رجل بسيط يدعى عثمان وزوجته فاطمة. كانا يسكنان كوخا صغيرا مبنيا من الطين وجريد النخل المتآكل. كانا فقيرين جدا، لكنهم يملكان قلوبا أوسع من القصور المشيدة. اقترب عثمان منها وقال لها: يا أمه، ما الذي أتى بك إلى هذا المكان المقفر؟ حاولت الكلام، لكن غصة في حلقها منعتها، فسقطت مغشيا عليها. حملها عثمان إلى كوخه ووضعتها فاطمة على فراشها الوحيد والقديم. بدأت فاطمة بمسح وجهها بالماء البارد وتدفئة قدميها المتعبتين، وعندما استفاقت زبيدة وجدت نفسها في عالم من البساطة والنور. رأت الطفل الصغير علي وهو ينظر إليها بعينين بريئتين وابتسامة. قال لها عثمان: أنت ضيف الله، ومقامك فوق رؤوسنا ما حيينا. استيقظت زبيدة في فجر اليوم التالي على صوت تسبيح عثمان وهديل الحمام فوق الكوخ. نظرت حولها فزعة، تذكرت ليلتها القاسية تحت المطر، وتذكرت يد ابنها وهي تدفعها. انفجرت بالبكاء، بكاء مرا كأنه اقتلاع الروح من الجسد المنهك بالهموم. أقبلت نحوها فاطمة، تلك المرأة الصالحة التي يرتسم الشقاء والرضا على وجهها. احتضنتها بقوة وقالت: يا خالة، جفت الدموع في المآقي، ونحن هنا أهلك وعزوتك. كان الكوخ ضيقا جدا، تسكنه الريح من بين الشقوق، لكنه كان يفيض حنانا ودفئا. قدم لها عثمان قدحا من الماء الفاتر وكسرة خبز يابسة مغموسة ببعض الزيت. قال لها بوقار: والله يا أماه لا نملك غير هذا، لكنه حلال زلال طهرته القناعة. بدأت زبيدة تقص عليهم حكايتها سطرا بسطر، ودمعة تتبعها دمعة حارقة. حكت عن بدر الرضيع الذي كانت تنفخ فيه من روحها ليشتد عوده ويصير رجلا. حكت عن ليالي السهر، وعن بيع حليها، وعن غزل الصوف الذي أضعف بصرها. كان عثمان يسمع ويقبض بيده على عصاه من شدة الغضب لما فعله الابن العاق، وفاطمة تبكي تأثرا وتضم طفلها علي إلى صدرها كأنها تخشى عليه من غدر الزمان. قالت زبيدة: لم يطردني من البيت فحسب، بل طعن شرفي واتهمني بالسرقة والبهتان. لقد صدق زوجته الغريبة وكذب أمه التي لم تعرف الكذب يوما في حياتها. قال عثمان بصوت حازم: يا خالة، إن الله يمهل ولا يهمل، والظلم ظلمات يوم القيامة. أنت منذ هذه اللحظة لست ضيفة، بل أنت ربة هذا الكوخ، ونحن خدامك الصغار. بدأت زبيدة تتأقلم مع حياة الفقر الشديد، وهي التي كانت تسكن القصور العالية. كانت تساعد فاطمة في طحن الحبوب القليلة، وتغسل الثياب المرقعة بيديها المرتجفتين. رغم وهن عظمها، إلا أن عزيمتها بدأت تقوى برؤية طيب هذه العائلة المعدمة. كان الطفل علي ينام في حجرها، فتقص عليه حكايات العرب القديمة وأمجاد الأجداد. تعلق الطفل بها تعلقا شديدا، وصار يناديها جدتي، فكانت الكلمة تبلسم جراحها. في أحد الأيام خرج عثمان للعمل كحطاب في الغابة، لكنه عاد ووجهه يكسوه الهم. سألته فاطمة عن حاله، فقال: إن الديون تراكمت على صاحب الكوخ ويهددنا بالطرد. سكتت زبيدة، وشعرت بغصة أنها أصبحت عبئا ثقيلا على هؤلاء المساكين الطيبين. لكنها تذكرت شيئا، تذكرت السرة الصغيرة التي كانت تخفيها في بطانة ثوبها الداخلي. لم تكن سرة مال، بل كانت سرة تحتوي على مفتاح وخاتم ختم ورقوق قديمة. كانت هذه الرقوق هي الحجة الأصلية لكل أملاك زوجها الراحل في المدينة والقرى، وكان بدر يظن أن هذه الأوراق قد ضاعت في الحريق الكبير الذي نشب في مخازنهم قديما. نظرت زبيدة إلى عثمان وقالت له: يا بني،
هل تثق بي وتذهب إلى المدينة لتقضي لي حاجة؟ قال عثمان: روحي فداك يا أماه، أؤمري بما شئت وسأكون طوع بنانك في الحال. طلبت منه أن يذهب إلى قاضي القضاة، وهو رجل عادل يدعى الشيخ المنصور. قالت له: قل للمنصور إن أمانة التاجر صاعد قد آن أوان استردادها من يد الغاصب. كان المنصور صديقا مخلصا لزوجها، وكان يعلم أن الأم هي الوصية الشرعية على المال. ذهب عثمان إلى المدينة وهو يرتدي أسمالا بالية، فمنعه الحراس من دخول مجلس القاضي. ظل مرابطا على الباب ل3 أيام، ينام على الرصيف ويأكل من فتات المارة لكي لا يفشل. وفي اليوم الرابع استطاع التسلل وصرح بأعلى صوته: أمانة صاعد تنادي يا قاضي العدل. ارتاع القاضي من الاسم وأمر بإدخال عثمان، وسأله بخوف: ماذا تعرف عن صاعد وأمانته؟ أخرج عثمان الخاتم والرقوق التي أعطتها له زبيدة، فقام القاضي واقفا على قدميه احتراما. قال القاضي والدموع في عينيه: أين السيدة زبيدة؟ لقد بحثنا عنها في كل مكان ولم نجدها. أخبره عثمان بكل ما حدث، وكيف طردها ابنها في ليلة ماطرة، وكيف آواها في كوخه. غضب القاضي غضبا لم يغضبه من قبل، وأمر بإعداد خيول وحرس للذهاب إلى الكوخ فورا. لكن عثمان قال: تمهل يا سيدي، إن زبيدة لا تريد الفضيحة الآن، بل تريد العدالة بهدوء. عاد عثمان إلى الكوخ ومعه سرة من الذهب، قدمها لزبيدة لتقضي ديون الكوخ وتصلح حالهم. رفضت زبيدة أن تلمس الذهب وقالت: هذا لكم يا بني، جزاء إحسانكم لامرأة غريبة مطرودة. أصلح عثمان الكوخ واشترى لفاطمة ثيابا جديدة، وللطفل علي ألعابا وكتبا ليتعلم. لكن السعادة لم تكن بالمال، بل كانت في الخطة التي بدأت زبيدة ترسمها لاسترداد كرامتها. كانت ترسل عثمان يوميا للمدينة ليتنكر ويجمع أخبار ابنها بدر وزوجته جليلة. جاءت الأخبار أن بدرا أصبح مسلوب الإرادة، وأن جليلة تبذر الأموال في الحفلات والمجون، وأن بدرا بدأ يخسر صفقات كبيرة، لأن الختم الأصلي والصكوك ليست بيده بل بيد أمه. ضحكت زبيدة بمرارة وقالت: ظن أن الجدران هي الملك، ولم يعلم أن الورق هو السلطان. بدأت زبيدة تعلم عثمان وفاطمة فنون الإتيكيت والتعامل مع التجار والحديث الفصيح. كانت تعدهما ليكونا واجهتها الجديدة في المدينة، ليدخلوا كغرباء وتجار منافسين لبدر. قالت لفاطمة: سأجعل منك سيدة تجثو أمامها جليلة، ولعثمان شأن يهز سوق التجار. كانت الخطة تسير بدقة، والعدالة الإلهية تقترب لتطبق فكيها على الظالمين. وفي كل ليلة كانت زبيدة تصلي وتدعو: اللهم لا تسلط عليهم من لا يرحمهم، بل أرهم حقك. كانت القوة تعود لجسدها النحيل، وبريق العينين الذي انطفأ يوم الطرد بدأ يشتعل من جديد. أدرك عثمان وفاطمة أن هذه العجوز ليست مجرد امرأة عادية، بل هي داهية من دواهي العرب. تحول الكوخ الصغير إلى غرفة عمليات تدار منها خيوط التجارة في المدينة الكبيرة. بدأ عثمان يشتري البضائع التي يعجز بدر عن اشترائها، ويبيعها بأسعار تكسر سوقه. بدر كان يتساءل: من هذا التاجر الجديد الذي ظهر فجأة وحطم هيبتي في الأسواق؟ كان يظن أن أمه ماتت من الجوع أو افترستها الذئاب في الخلاء، ولم يدري أنها تصنع مجده الضائع. جليلة كانت تصرخ في بدر وتطالبه بمزيد من المال، وهو يغرق في الديون والهموم. بدأ الخناق يضيق، وبدأت ملامح النصر تلوح في أفق الكوخ الفقير الذي صار منبعا للحق. كانت زبيدة تنظر للقمر وتقول: يا بدر، لقد كنت بدرا في سمائي، والآن صرت كسوفا لقلبي. سأعلمك أن يد الأم التي هزت سريرك هي نفسها التي ستهز عرش طغيانك.
استمر عثمان في التدريب، وصار يلبس أفخر الثياب عند دخوله المدينة بتوجيه من زبيدة. كان يوزع الصدقات على الفقراء باسم فاعل خير، فكسب قلوب الناس ودعاءهم، بينما كان بدر يطرد الفقراء من بابه، فكسب لعناتهم وسخط الأرض والسماء عليه. بدأت خيوط الفجر الأولى تنسل عبر شقوق الكوخ الطيني المتواضع لتعلم زبيدة أن ساعة العمل قد حانت، فنهضت واليقين يملأ قلبها بأن الحق لا يضيع ما دام وراءه مطالب صبور ومؤمن بعدالة السماء التي لا تغفل أبداً. كانت تجلس إلى جانب عثمان وفاطمة في حلقات تشبه مجالس الحكماء، تعلمهما كيف يواجهان ذئاب السوق بمكر حميد لا يظلم أحدا، ولكن يحمي الحقوق من الضياع والنهب المنظم. قالت لعثمان وهي تمسك بيده بخشونة الأم التي صقلتها التجارب: يا بني، إن التجارة ليست مجرد بيع وشراء للذهب والفضة والحرير، بل هي وقار وهيبة وثقة تبنى في قلوب الناس بالصدق والأمانة. ثم التفتت نحو فاطمة، تلك المرأة التي كانت تخجل من ظلها، وصارت اليوم بتعليم زبيدة قوية الشكيمة والمنطق، وقالت لها: أنت يا فاطمة ستكونين عين السد وميزان الحكمة في هذا البيت، تعلمي أن العز ليس في الثياب بل في الكبرياء. بدأت الخطة تنضج على نار هادئة، حيث أرسلت زبيدة عثمان بالذهب الذي وفره القاضي المنصور ليشتري قافلة من بضائع الهند النفيسة التي كانت تمر عبر المدينة، وتعجز خزائن بدر الخاوية عن شرائها. دخل عثمان المدينة وهو يمتطي جوادا أصيلا، يتبعه غلمان يحملون صناديق المسك والبخور والأقمشة المطرزة بخيوط الذهب الخالص، فشرع التجار يتساءلون بدهشة: من هذا الرجل الذي نزل علينا فجأة بمال قارون ووقار الملوك؟ وفي الوقت نفسه كان بدر يمر بأسوأ أيامه، فقد بدأت جليلة تضيق ذرعا بحاله بعد أن توقفت الهدايا الفاخرة، وصارت تعايره بفقره، وتذكره دائما بأنها ابنة حسب ونسب، ولا تليق بها حياة التقشف والفقر. كان بدر يخرج إلى السوق منكسرا، يحاول عقد صفقة واحدة ليرمم بها جدران مملكته المتهاوية، لكنه كان يصطبم بعثمان الذي كان يسبقه دائما ويشتري أجود البضائع بأعلى الأثمان بفضل توجيهات زبيدة المخفية. زبيدة كانت تجلس في الكوخ وتدير المعركة بعقل لا ينام. كانت ترسل الرسل خفية لتعلم تجار المدينة أن الختم الأصلي لشركة صاعد الراحل لم يعد بيد ابنه العاق، وأن كل من يتعامل معه يخاطر بماله وعرضه. بدأت سمعة بدر تتآكل في المجالس، وصار الناس يتهامسون عن لعنة الأم التي أصابته منذ أن طرد زبيدة من الدار الكبيرة، وكيف أن الخير قد رفع من بيته بمجرد غياب شمسها. وفي ليلة من الليالي اشتد الخلاف بين بدر وجليلة، فصرخت في وجهه: لقد أصبحت فقيرا، لا تملك حتى ثمن عطري، اذهب وابحث عن تلك العجوز، ربما تركت لك شيئا من ذهبها المدفون في مكان ما. وقعت الكلمات على قلب بدر كالصواعق، تذكر أمه وتذكر ملامحها وهي تبكي تحت المطر، لكنه وبدلا من أن يندم زاد قلبه قسوة وظنا بأن أمه قد سرقت منه ثروة والده وأخفتها قبل رحيلها. وفي الكوخ البعيد كانت فاطمة تهيئ زبيدة لليوم العظيم، فغسلت لها ثيابها وزينتها بما يليق بمقامها كعقيلة لشيخ التجار، وكانت الأم تشعر أن جسدها يستعيد قوته من حرارة الانتقام العادل والكرامة المستردة. زبيدة لم تكن تريد المال لنفسها، بل كانت تنظر للطفل علي وتقول في سرها: سأورثك يا بني كل ما عندي، لأنك آويتني
حين طردني فلذة كبدي، ولأنك كنت لي حفدا حين جحدني ابني. بدأت الأخبار تصل للكوخ بأن القاضي المنصور قد حدد موعدا للمقاصاة الكبرى بين التجار، وأن بدرا قد طلب للمثول أمام المحكمة بطلب من تاجر غريب يدعي ملكية الدار والمخازن بناء على حجج قديمة وصادقة. لم يكن يعلم بدر أن هذا التاجر ليس سوى عثمان الذي لا يتحرك إلا بأمر زبيدة، وأن النهاية التي رسمها بيده يوم طرد أمه قد اقتربت لتكون هي بداية جحيمه الحقيقي في الدنيا قبل الآخرة. كانت زبيدة توصي عثمان: لا تكن رحيما في الحق، فمن لا يرحم أمه لا يستحق رحمة الغرباء. دعه يرى كيف تبنى القصور بالوفاء، وكيف تهدم بالخيانة والغدر وسوء العمل. بدأت مريم الخادمة التي طردت سابقا تنضم إليهم في الكوخ بعد أن عثر عليها عثمان، وصارت تبكي تحت أقدام زبيدة وتقول: يا سيدتي، الدار بدونك أصبحت مظلمة، والظلم يسكن في كل ركن من أركانها بسبب جليلة. ضمتها زبيدة وقالت: صبرا يا مريم، فإن موعد الفجر قد اقترب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والبيت سيعود لأصحابه، والعدل سيسود من جديد بفضل الله وقوته. وفي المدينة كان الناس ينتظرون اليوم الذي يظهر فيه هذا التاجر الكبير الغامض، ولم يكن يخطر ببال أحد أن خلف هذا الستار تقف عجوز مطرودة كانت تلتحف السماء وتفترش الأرض في كوخ مهجور في أطراف الغابة. استعد عثمان لارتداء أفخر ثيابه التي أهدته له زبيدة، ووضع في جيبه الختم الأصلي والصكوك التي تحمل رائحة الماضي وتعب السنين، وتوجه نحو المحكمة، والقلوب ترتجف من هول ما سيحدث في ذلك اللقاء المرتقب. بينما كانت جليلة تحث بدرا على الكذب والتدليس أمام القاضي، كانت زبيدة في كوخها ترفع يديها للسماء وتدعو بقلب منكسر: اللهم انتصر لي، اللهم أرني فيهم عجائب قدرتك، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. كانت السطور ممليئة بالترقب، والأنفاس محبوسة في الصدور، والمدينة كلها كانت على موعد مع زلزال يغير موازين القوى، ويعيد الحقوق لأصحابها بعد طول غياب وصبر وابتلاء مرير لم تشهد له المدينة مثيلا. أشرقت شمس ذلك اليوم بلهيب استثنائي، كأنما كانت تستعد لإحراق زيف الوعود وكشف عورات النفوس التي غواها الشيطان. فاستيقظت المدينة على جلبة غير معهودة أمام دار القضاء العالي، حيث يجلس القاضي المنصور فوق منصته المهيبة التي ارتجفت أمامها قلوب الطغاة والجبابرة على مر السنين والدهور الخوالي. كان عثمان يقف في مقدمة الجمع مرتديا رداء من الحرير الدمشقي الأخضر، يلف على رأسه عمامة مطرزة بخيوط الإبريسم، وفي يده عصا من الأبنوس المرصع بالفضة، يبدو عليه وقار الملوك وهيبة الفرسان الذين لا يشق لهم غبار في ميادين الحق والكرامة. وفي المقابل دخل بدر القاعة وهو يجر خطى التردد يحيط به هوس العظمة الزائف، وخلفه جليلة تتبختر بمشيتها المتعالية توزع نظرات الاحتقار على الحضور، غير مدركة أن بساط العز قد بدأ يسحب من تحت قدميها الناعمتين اللتين لم تعرفا يوما مشقة السعي أو طعم الكفاح الحقيقي. افتتح القاضي المنصور الجلسة بصوت جهوري زلزل القلوب، ونظر إلى بدر بعينين تقدحان شررا وقال: يا بدر بن صاعد، لقد رفعت ضدك دعوى اغتصاب ملكية وتزوير في أوراق رسمية وتبديد لأموال هي في الأصل أمانة في عنقك وليست ملكا مطلقا ليمينك. جن جنون جليلة وصاحت بوقاحة: من هذا الأعرابي الذي يدعي ملكيتنا؟ ومن أين له بالحق في دار ورثها زوجي عن أبيه وجده؟
فنظر إليها القاضي نظرة أخرست لسانها في جوفها، ثم أشار لعثمان بأن يتقدم ليعرض ما لديه من بينات وحجج قاطعة لا تقبل الشك أو التأويل. تقدم عثمان بخطى ثابتة، وفتح صرة من المخمل الأحمر، وأخرج منها الختم الأصلي والرقوق التي كانت زبيدة قد خبأتها في كوخها. وما إن وقع بصر بدر على الختم حتى شحب لونه واصفر وجهه، كأنه رأى شبحا بعث من مرقده ليحاسبه على جرائمه النكراء. قال عثمان بصوت هادئ كهدوء ما قبل العاصفة: إن هذه الدار بأسوارها وحدائقها ومخازنها مسجلة شرعا باسم السيدة زبيدة بنت الأكرمين، وإن زوجها الراحل اشترط في وصيته ألا تنتقل الملكية للابن إلا بموافقة الأم ورضاها، وأنت يا بدر قد غدرت بالعهد وطردت صاحبة الدار. ضجت القاعة بالهمسات، وبدأ الناس ينظرون إلى بدر باشمئزاز، بينما كانت يليلة تحاول تدارك الموقف بهمسها المسموم في أذن زوجها لكي ينكر معرفته بهذه الأوراق. لكن القاضي المنصور أخرج من تحت عباءته الوصية المودعة التي كان يحفظها سرا منذ سنوات، وطابق بينها وبين الأوراق التي قدمها عثمان، فكانت المطابقة تامة كأنها فلق الصبح. سأل القاضي بدرا بلهجة قاسية: أين هي أمك يا بدر؟ أين السيدة التي باعت شبابها لتصنع منك رجلا؟ فتلعثم بدر ولم يجد جوابا، فما كان من جليلة إلا أن صرحت: لقد هامت على وجهها واختارت الرحيل، ونحن غير مسؤولين عن خرف العجائز وضياع عقولهن في أزقة المدينة المظلمة. في تلك اللحظة الحاسمة انفتح باب القاعة الجانبي، ودخلت امرأة متشحة بالسواد تمشي بهيبة تخر لها الجباه، وخلفها فاطمة تحمل مبخرة يفوح منها ريح العود الأصيل. وما إن رفعت المرأة نقابها حتى صرخ الجميع بذهول: إنها زبيدة، لم تمت ولم تضع، بل عادت لتسترد عرشها المسلوب. تجمدت الدماء في عروق بدر، وسقطت جليلة مغشيا عليها من هول المفاجأة. أما زبيدة فلم تنظر إليهما بعين الحقد، بل نظرت بعين العدالة التي لا تظلم مثقال ذرة، وقالت بكلمات صاغتها الدموع والآلام: يا قاضي العدل، لقد طردني هذا الابن من داري التي بنيتها بدمي، واتهمني بالسرقة ليرضي هوى نفسه وهوى زوجته، واليوم جئت لأسترد حقي لا لأنتقم، بل لأضع الموازين في نصابها الصحيح. أمر القاضي فورا بالحجر على كافة ممتلكات بدر، وتسليم مفاتيح القصر والمخازن لعثمان وفاطمة بصفتهما وكلاء شرعيين للسيدة زبيدة، وأمر بإخراج بدر وجليلة من القصر فورا بملابسهم الذي يرتدونها فقط، جزاء وفاقا لما فعلا بتلك الأم الصابرة المحتسبة. كانت جليلة تصرخ وتولول وهي تجر خارج القاعة، وبدر يمشي خلفها كالمذبوح الذي لا يجد ناصرا ولا معينا، بينما كانت زبيدة تمسك بيد فاطمة وتقول لها: انظري يا ابنتي، كيف أن الله آوانا في كوخ فقير ليخرجنا منه إلى عز لا يزول، وكيف أن الظلم يحرق صاحبه قبل أن يحرق الآخرين. عاد الركب إلى القصر الكبير، يتقدمهم عثمان وفاطمة والطفل علي الذي كان يركض في الرهدات بفرحة بريئة، بينما بدأت مريم وبقية الخدم بتطهير البيت من آثار جليلة ورش الماء والورد في كل زاوية، كأنما البيت كان يتنفس الصعداء بعودة صاحبة الفضل والكرامة والقلب الكبير. لم تنتهي الحكاية هنا، فزبيدة كانت تخطط لما هو أبعد من مجرد الاسترداد. كانت تريد أن تجعل من هذا القصر مدرسة للوفاء، ومن صالح وفاطمة قدوة للناس، بينما كان بدر وجليلة يتجرعان مرارة التشرد في الأزقة التي طرد إليها بقرار من السماء قبل قرار القاضي. بدأت المدينة تتحدث عن معجزة زبيدة، وكيف أن الصبر الجميل ينتهي دوما بنصر مؤزر،
وصار القصر مقصدا لكل مظلوم يجد فيه المأوى والطعام وكلمة الحق التي ترفع الظلم وتجبر الخواطر المكسورة التي أنهكها جور الزمان وغدر الخلان. كانت زبيدة تجلس في شرفتها العالية تنظر إلى الأفق البعيد وتعلم أن القصة لم تنتهي فصولها بعد، فما زال هناك دروس يجب أن يتعلمها بدر في مدرسة الحياة القاسية، وما زال هناك ثواب ينتظر صالح وفاطمة في كل خطوة يخطوانها في طريق البر والإحسان والوفاء النادر. فتحت الدار الكبيرة أبوابها العظيمة لزبيدة ومن معها، فاستقبلتها الجدران بصدى الذكريات القديمة، وكأن الحجارة الصماء كانت تشتاق لمسة يدها الحانية وطهر أنفاسها التي غابت طويلا عن الردهات. دخلت زبيدة القاعة المركزية ونظرت إلى الأثاث الفاخر الذي اشترته بمالها، وإلى الستائر التي نسجتها بخيوط صبرها، فشعرت بانتصار الكرامة على المذلة، لكن غصة في حلقها كانت تذكرها بأن من هزم اليوم هو قطعة من كبدها. التفتت نحو عثمان وفاطمة واللذان وقفا بذهول أمام فخامة القصر الذي لم يحلموا يوما بدخوله حتى في خيالهم الواسع، وقالت لهما بصوت يملأه اليقين: هذا العز ليس لي وحدي، بل هو لكما جزاء ما قدمتما من إيواء وحب في يوم شدتي. أنتما الآن سادة هذه الدار. أمرت زبيدة مريم والخدمة بأن يخصصوا الجناح الشرقي لعثمان وفاطمة، وأن يفرش بأفضل أنواع السجاد العجمي والحرير، وأن يعامل الطفل علي كأنه أمير من سلالة الملوك. فبكت فاطمة تأثرا وقالت: يا خالة، نحن لم نفعل ما فعلناه طمعا في هذا، بل طمعا في رضا الله. وعلى الجانب الآخر من المدينة كانت السماء قد بدأت تلبس ثوب الليل المظلم، حيث كان بدر وجليلة يقفان في زقاق ضيق بعيدا عن أعين الفضوليين، بملابسهم الفاخرة التي تلطخت بطين الشوارع ودموع الهزيمة المرة التي لا ترحم. جليلة التي لم تتعود يوما على خشونة العيش بدأت تصرخ في وجه بدر، محملة إياه مسؤولية كل ما حدث، ناسية أنها كانت المحرك الأول لكل مكيدة حيكت ضد تلك العجوز الصابرة المحتسبة. صرخت جليلة بصوت أجش: أيها الأحمق، كيف سمحت لتلك العجوز أن تخدعك وتأخذ كل شيء؟ أين عقلك وأين رجولتك التي كنت تتباهى بها أمام التجار؟ فرفع بدر رأسه والندم يحرق أحشاءه، لكنه ندم ممزوج بضعف الشخصية وانعدام الحيلة. لم يجد بدر مفرا من اللجوء إلى أحد أصدقائه التجار الذين كان يطعمهم ويغدق عليهم من مال أمه، فذهب إلى دار أحدهم وطرق الباب بذل، لكن الصدمة كانت حين رد عليه الصديق من خلف الباب: ارحل يا بدر، فلا مكان في داري لمن يطرد أمه، لقد سقطت هيبتك بسقوط برك. تجرع بدر مرارة الخيبة مرة أخرى، وأدرك أن الناس كانوا يحترمون ماله لا شخصه، وأن الوفاء لا يشترى بالذهب الزائف، بينما كانت جليلة تبكي خلفه وتندب حظها الذي رماها في حضن رجل عاق خسر رضا ربه وأمه. اضطر الزوجان في تلك الليلة الموحشة أن يبيتا في خرابة قديمة عند أطراف المدينة، يفترشان التراب ويلتحفان الهم والغم، في مشهد يعيد للأذهان ليلة طرد زبيدة. ولكن الفرق أن زبيدة كانت تملك طهر القلب، وهما لا يملكان سوى سواد النفس. وفي القصر كانت زبيدة تشرف بنفسها على تدريب عثمان على أصول إدارة المخازن الكبرى، وتعلم فاطمة كيف تترأس مجالس سيدات المدينة بوقار وعقل، لكي لا يشعر أحد بأصولهم الفقيرة، بل ببريق معدنهم الأصيل الذي صقله الإيمان والصدق. قالت زبيدة لعثمان:
غدا ستذهب إلى السوق وتعلن أن شركة صاعد قد عادت للحياة بروح جديدة، وأن المظالم سترد، وأن كل من له حق عند بدر فليأتي إلينا ليأخذ حقه كاملا غير منقوص. فكانت هذه الخطوة هي القاضية على ما تبقى من سمعة بدر المنهارة. بدأ الفقراء والمساكين يتقاطرون على باب القصر، لا ليطلبوا الصدقة فحسب، بل ليشهدوا عدالة المرأة التي نصرها الله. فكانت زبيدة تجلس خلف ستار وتسمع حكايات الناس، وتأمر عثمان أن يقضي حوائجهم من مال التجارة الذي بدأ ينمو ببركة الصدق. وفي الخرابة كان بدر ينظر إلى جليلة وهي تنزع أقراطها الذهبية الأخيرة لتبيعها لكي تشتري رغيف خبز، فسألها بمرارة: أتظنين أن هذا المال سيدوم؟ فردت عليه بحقد: على الأقل سآكل، أما أنت فابقى هنا تندب أطلال عزك الذي ضاع بسبب ضعفك وجبنك. استمر عثمان في عمله، وصار يعرف في المدينة بأمين زبيدة، وأحبه التجار لأمانته التي افتقدوها في عهد بدر. وصارت فاطمة ملقبة بسيدة الإحسان، حيث حولت جزءا من القصر لمطعم يومي للغرباء، تماما كما فعلت معها زبيدة في يوم غربتها. زبيدة لم تنسى أن ترسل عينا تراقب بدرا، ليس حبا فيه، بل لكي تتابع كيف سيؤدبه الزمان. وعندما علمت أنه بات في الخرابة لم تشمت، بل انتهذت وقالت: يا رب، لا تعذبه بجهله بل بذنبه، واجعله آية لكل ابن تسول له نفسه أن يرفع صوته فوق صوت أمه. كانت الليالي تمضي والفرق يتسع، ففي القصر أنوار ودعوات وتجارة رابحة مع الله والناس، وفي الخرابة ظلام وشقاق وجوع وحسرة تأكل الأخضر واليابس في قلوب الظالمين الذين ظنوا أن السعادة تبنى على أنقاض دموع الوالدين. كانت فاطمة تمشط شعر زبيدة وتغني لها أهازيج الريف الجميلة، وزبيدة مغمضة العينين تشكر الله الذي أبدلها ابنا عاقا بابن بار، وزوجة ابن ظالمة بابنة صالحة، وتعلم أن هذه هي السعادة الحقيقية التي كان يبحث عنها بدر في المكان الخاطئ، فأضاعها وأضاع معها نفسه. استعدت زبيدة للجزء القادم من خطتها، وهو إظهار عثمان وفاطمة كقوة اقتصادية عظمى في المدينة، ليكونوا هم الدرع الذي يحمي إرث العائلة، بينما ينزوي بدر وجليلة في غياهب النسيان لا يذكرهما أحد إلا بالسوء والعبرة القاسية التي تتناقلها الركبان في مجالس السمر. دارت رحى الأيام دورتها العادلة، وأشرقت شمس العز فوق قصر السيدة زبيدة التي باتت تلقب في أرجاء المدينة بأم المساكين وصاحبة العهد الوفي، حيث تحول القصر في عهدها إلى خلية نحل لا تهدأ، يدار منها اقتصاد المدينة بيد من حديد وقلب من حرير. كان عثمان قد تحول تماما، فنزع ثوب الحطاب وارتدى رداء الحكمة، وأصبح يجلس في خان التجار بكل وقار، يدير الصفقات الكبرى ويوقع العقود بختم زبيدة الأصلي الذي كان يخشاه كبار السوق ويحترمونه. فصارت القوافل تأتي من الشام واليمن محملة بالبضائع التي لا تباع إلا لعثمان. أما فاطمة فقد أصبحت سيدة المجتمع الأولى، لا تقام مأدبة ولا يعقد صلح بين العائلات إلا وكانت هي المتحدثة باسم زبيدة، تنثر الحكمة وتوزع الصدقات. وقد تبنت تربية طفلها علي ليكون فارسا نبيلا يتعلم اللغات والعلوم والفروسية، ليكون وريثا شرعيا لتلك الروح التي آوتهم في يوم الشدة المرير. في المقابل
كان الانحدار يتسارع ببدر وجليلة، فبعد أن جف مالهما وضاقت بهما السبل اضطرا لبيع ما تبقى من ثيابهما الفاخرة لتاجر خردة بثمن بخس، وانتقلا من الخرابة إلى زاوية مظلمة تحت جسر المدينة، حيث تجرعا ذل السؤال ومرارة الجوع التي لا ترحم كبرياء زائرا. جليلة التي كانت تتعطر بأغلى أنواع المسك أصبحت رائحة العوز تفوح من أسمالها البالية، وبدأت ملامح الجمال الزائف تتلاشى عن وجهها ليحل محلها شحوب الحقد وسواد الكمد، وصارت تصرخ في وجه بدر كل يوم: أنت النحس الذي أضاع حياتي، ليتني لم أعرفك ولم أدخل دارك المشؤومة. أما بدر فقد انكسرت ظهره ولم يعد يقوى على النظر في عيون المارة، فكان يغطي وجهه بخرقة قذرة وهو يمد يده للناس طلبا لكسرة خبز. والأنكى من ذلك أنه كان يرى قوافل عثمان تمر من أمامه والناس يهتفون باسمه، فيتذكر أنه كان يوما مكان هذا الرجل لولا سوء عمله وطغيان قلبه. وفي أحد الأيام قررت زبيدة أن تزيد من شأن عثمان، فأقامت حفلا مهيبا في القصر دعت إليه كبار القوم، وأعلنت أمام الجميع أن عثمان ليس خادما ولا وكيلا، بل هو ابن بالتبني وشريك في نصف التجارة، لتقطع الطريق على أي لسان يحاول النبش في أصوله الفقيرة. بكت فاطمة من الفرح وهي ترى زوجها ينصب شيخا للتجار بمرسوم من القاضي المنصور وبمباركة زبيدة، وأدركت أن الله قد عوضها عن سنوات الشقاء في الغابة بعز يفوق الوصف، وأن صدق نيتهم مع العجوز المطرودة كان هو المفتاح الذي فتح لهم أبواب السماء والأرض. وبينما كانت الموائد تمد في القصر باللحم والفاكهة والحلويات، كان بدر وجليلة يتشاجران على رغيف خبز يابس وجداه في القمامة، فتطور الشجار حتى قام بدر بصفع جليلة لأول مرة. صرخت هي وقالت: سأتركك لهذا الذل وأرحم نفسي. وبالفعل هربت جليلة مع قافلة غريبة لتعمل خادمة في بيوت بعيدة، تاركة بدرا وحيدا يواجه مصيره المظلم. زبيدة كانت تعلم بكل تفصيل، وكانت مريم الخادمة تنقل لها أخبار بدر، وحين سمعت برحيل جليلة لم تضحك شماتة، بل رفعت رأسها وقالت: هكذا يرحل الغرباء حين تجف منابع المال، ولا يبقى للرجل في شدته إلا أصله وأمه التي جحدها، فليذق الآن طعم الوحدة التي أذاقني إياها. أمرت زبيدة عثمان بأن يشتري جميع الديون المتبقية على بدر من التجار، لا ليسددها عنه، بل ليصبح عثمان هو الدائن الوحيد لبدر، لكي لا يسجن أحد ابنها، ولكي تظل رقبته تحت رحمة العدالة التي تديرها هي من خلف الستار بذكاء وصبر. صار عثمان يوزع الأرزاق والرواتب على مئات العائلات، وأصبح القصر مركزا للعدل، حيث كانت زبيدة تجلس خلف مشربية خشبية تسمع تظلمات النساء وتأمر بإنصافهن، تماما كما كانت تتمنى أن ينصفها أحد حين طردت، فصارت مدرسة في الحق يضرب بها المثل في كل ناد ومجلس. وفي ليلة باردة مرض بدر مرضا شديدا، ولم يجد من يغطيه أو يسقيه شربة ماء، فزحف بجسده الهزيل نحو باب القصر الذي طرد منه أمه، وظل يطرق الباب بضعف وهو يهمس: يا أمه سامحيني، يا أمه أنا جائع. لكن الحراس لم يعرفوه لمنظره الرث ومنعوه من الدخول، وظل ملقا على الأعتاب تحت المطر كما فعل بأمه تماما. خرجت فاطمة لترى ما الخبر، فرأت رجلا شبه ميت عند الباب، لم تعرفه في البداية، لكنها حين رأت في عنقه قلادة قديمة كان يلبسها بدر عرفته وشهقت، فدخلت مسرعة لزبيدة تخبرها أن بدرا يحتذر عند عتبة الدار، فاهتز كيان زبيدة وجرت الدموع في عينيها رغم كل شيء.
قالت زبيدة بصوت متهدج: لا تدخلوه القصر، بل خذوه إلى الكوخ القديم الذي آوتني فيه أنت وعثمان، واخدموه هناك كما خدمتموني، ليعرف أن رحمة الفقراء هي التي ستحييه بعد أن قتله عز الأغنياء الزائف. وهكذا نقل بدر إلى الكوخ القديم الذي بدأت منه حكاية الانتقام والوفاء. استقر بدر في الكوخ الفقير، وكان عثمان يزوره ويقدم له الدواء والطعام، وبدر يبكي ويسأله: لماذا تفعل هذا بي وأنا الذي ظلمت من آوتك؟ فيرد عثمان بوقار: أنا أفعل هذا بأمر السيدة التي علمتني أن الكرام لا يقابلون الإساءة بمثلها، بل يقابلونها بالعدل الذي تربي النفوس. بدأت رحلة علاج بدر الطويلة، ليس فقط من مرض الجسد، بل من مرض الروح والغرور. بينما كانت زبيدة تراقبه من بعيد وتستعد للخطوة النهائية التي ستجمع الشتات أو تضع النقطة الأخيرة في كتاب هذه الملحمة التي هزت وجدان المدينة بأسره، وصارت حديث الصغير والكبير في كل زمان ومكان. استلقى بدر فوق ذلك الفراش الخشن في الكوخ الطيني الذي بدأت فيه حكاية خلاص أمه، وكان يشعر بأن كل ذرة تراب في هذا المكان تشهد على عظمة زبيدة وصغر نفسه التي أهلكتها الطمع. كان السقف المتهالك يقطر ماء في الليالي الماطرة، وكلما وقعت قطرة باردة على جبينه تذكر دمعة أمه وهي تطرد في ليلة تشبه هذه الليلة، فكان يئن أنينا يمزق الصمت الموحش في الغابة البعيدة عن صخب القصور. كان عثمان يأتي إليه كل صباح، لا بصفته شيخ التجار، بل بصفته الإنسان الذي لم ينس فضل زبيدة، فيقدم له الدواء بيده ويطهر جروحه بصبر عجيب، بينما كان بدر يخبئ وجهه خجلا من كرم رجل سرق هو منه لقب الابن بوفائه وبره الصادق. سأل بدر عثمان بصوت متهدج يخنقه الندم: كيف استطاعت أمه أن تغفر لي وترسلني إلى هنا بدلا من أن تتركني للموت في أزقة المدينة؟ فرد عثمان وهو يسكب له الحساء الدافئ: السيدة زبيدة لم تغفر لك بعد، لكنها أرادت لك أن ترى العالم من الزاوية التي رأت منها هي الحياة حين كنت أنت تنعم بالحرير. وفي تلك الأثناء كانت جليلة تعيش فصول مأساتها الخاصة في بلاد الغربة، حيث انتهى بها الأمر خادمة في قصر تاجر غليظ القلب لا يعرف الرحمة، يعاملها كآلة للعمل الشاق ويحرمها من الطعام إن أبطأت في الخدمة، فذاقت مرارة الذل الذي كانت تسقيه لزبيدة كل يوم. كانت جليلة تنظر إلى يديها اللتين تشققتا من العمل في غسل الصحون والقدور، وتتذكر كيف كانت ترفض لمس يد زبيدة بحجة القذارة، فتبكي ندما ليس على ما فعلت، بل على ما فقدت من عز وجاه أضاعته بلسانها المسموم وروحها المتعالية التي لم تعرف التواضع يوما. أما في المدينة فقد بدأت زبيدة تخطط لإظهار الحقيقة كاملة أمام الناس، فأمرت عثمان بأن ينظم قافلة كبرى محملة بالعطايا والمؤن لتوزيعها على فقراء الغابة الذين آووا أمه، وأرادت أن يكون بدر شاهدا على هذا الكرم الذي ينفق من ماله القديم الذي استردته بذكائها وصبرها الجميل. كان الطفل علي يرافق عثمان في هذه الرحلات، وكان يمر بالكوخ وينظر إلى بدر بعين البراءة، ويضع له وردة أو حتة خبز فاهرة ويقول له: جدتي زبيدة تقول إن المرض يغسل الذنوب، فاصبر لعل الله يتوب عليك. فكانت كلمات الطفل تقع على قلب بدر كالجمر المشتعل. بدأ بدر يستعيد عافيته ببطء، لكن عافية الروح كانت هي الأهم، فصار يقضي يومه في تنظيف الكوخ ومساعدة عثمان في جمع الحطب، ممارسا العمل الذي كان يحتقره سابقا، ليتعلم أن كرامة الرجل في كده وسعيه الحلال، لا في نهب أموال الوالدين والافتخار بملك لا تعب فيه.
زبيدة كانت تتابع تحوله من خلف الستار، وكانت ترسل له مع عثمان رسائل غير مباشرة تخبره فيها أن الدار الكبيرة لم تعد تعترف بوجوده، وأن عثمان وفاطمة هما الآن الورثة الحقيقيون لكل شيء، لتمتحن معدنه الجديد، وهل سيغضب ويعود لغطرسته أم سيقبل بالعدل الإلهي بقلب راضٍ. لم يبد بدر أي اعتراض، بل قال لعثمان: أخبر أمه أن عثمان يستحق كل درهم، لأنه ابنا ابنا لها حين كنت أنا ذئبا، وأني راض أن أكون خادما في بستانها ما بقيت حيا، فقط لكي ألمح طرف رداء أمه من بعيد وأطلب منها السماح. نقل عثمان هذه الكلمات لزبيدة، فاهتز قلبها الأمومي، لكنها حبست دمعتها وقالت: القول سهل، لكن الفعل هو المحك. دعه يعمل في البستان الخلفي للقصر مع العمال، ليرى عزي ويشتم ريحي دون أن يراني، وليعرف أن الحرمان من رضا الأم هو أشد أنواع الفقر في الدنيا والآخرة. وفي ليلة من الليالي استطاعت جليلة الهروب من قصر التاجر الغليظ، وعادت متسللة إلى المدينة، وهي تظن أن بدرا قد استعاد ملكه أو أن أمه قد سامحته، لكنها صعقت حين رأته يلبس أسمالا بالية ويحمل الماء على ظهره لعمال البستان، فاقتربت منه تريد مواساته لعلها تجد مأوى، فدفعها بدر بقوة وقال: ارحلي يا شؤم حياتي، فما ذقت الذل إلا بسبب غوايتك، والله لا تظلني وإياك سقف دار أبدا. بكت جليلة وولت مدبرة لتجد نفسها وحيدة في شوارع المدينة التي كانت يوما تمشي فيها كالملكة، وصار الناس يعرفونها ويشيرون إليها بالبنان: هذه هي الظالمة التي طردت الحرة، انظروا كيف دارت عليها الدوائر. فانتهى بها الأمر تتسول على أبواب المساجد، لا يرق لحالها قلب ولا تدمع لأجلها عين. أما بدر فقد بدأ عمله في بستان أمه، وكان يبذل قصارى جهده ليزرع أجمل الزهور تحت شرفتها، وكان يسقي الأشجار بدموعه قبل الماء، متمنيا أن يفوح عطر هذه الزهور في غرفتها فيعلمها أن ابنها قد عاد إلى رشده، وأن الندم قد طهر قلبه من دنس الكبر والخلاء. فاطمة كانت تراقبه من الشرفة وتشفق على حاله وتقول لزبيدة: يا خالة، إن الفتى قد تغير، ونظرة الانكسار في عينيه تكفي لعقابه. فترد زبيدة بحكمة: يا ابنتي، إن الذهب لا يصفو إلا بنار حامية، والبر الذي هدم في سنين لا يبنى في أيام، دعه يتجرع الصبر ليعرف قيمة النعمة التي أضاعها بيده. استمر الوضع هكذا شهورا، القصر يعج بالحياة والمال والوفاء، والبستان يشهد على كد الابن التائب الذي صار يجد لذة في التعب والخدمة، والمدينة كلها تنتظر اللحظة التي ستفتح فيها زبيدة ذراعيها لولدها، أو اللحظة التي ستعلن فيها أن الوفاء لا يمكن أن ينسى، وأن الغدر لا يمكن أن يغفر ببساطة. كانت خيوط الشمس الذهبية تتسلل عبر أغصان أشجار النارنج والياسمين في بستان القصر الكبير، حين قررت زبيدة أن تخرج لمراقبة العمل بنفسها بعد شهور طويلة من الاحتجاب خلف الجدران الصامتة. مشت بخطى وإيدة، تتكب على عصا من خشب السدر يحيط بها عثمان وفاطمة كأنهما حارسان لروحها المتعبة. وبينما كانت تمر بين الممرات، رأت ظلا مائلا لرجل يكدح في صمت، يحرث الأرض بجدية، منكسر الظهر، وكأنه يحفر قبر ماضيه الأليم بيديه العاريتين. توقفت زبيدة أمام ذلك الرجل الذي لم يكن سوى بدر، وكان العرق يتصبب من جبينه ممتزجا بتراب الأرض، ولم يلحظ وجودها في البداية لشدة انغماسه في العمل، حتى سقط ظل عصاها على يده المتحرشجة. رفع بدر رأسه ببطء، وما إن وقعت عيناه على وجه أمه حتى تجمدت الدماء في عروقه، وسقطت الفأس من يده، وارتمى على الأرض تحت قدميها يبكي بكاء مرا زلزل سكون البستان.
وكان صوته يخرج مخنوقا بالندم. يا أمه، لا تنظري إلي بعين السخط، فإني قد ذقت من الذل ألوانا، وعرفت أن تراب نعلك أطهر من تيجان الملوك. نظرت إليه زبيدة بعينين يملأهما مزيج من الشفقة والصرامة، ولم تمد يدها لترفعه، بل قالت بصوت رزين كالرعد الهادئ: يا بدر، إن الأرض التي تحرثها اليوم هي الأرض التي طردتني منها بالأمس، وإن الزرع الذي تسقيه بدموعك لن ينمو إلا إذا طهرت قلبك من دنس الغدر الذي سكنه سنين طويلة. حاول بدر أن يقبل يدها، فتراجعت خطوة إلى الوراق، وقالت له أمام عثمان وفاطمة: إن أردت السماح فليس بالبكاء والنشيج، بل باختبار سأضعه أمامك الآن، فإما أن تكون رجلا بارا، وإما أن تعود لخراباتك مطرودا من رحمتي إلى الأبد. أخبرته زبيدة أن قافلة كبرى محملة بالحرير والذهب ستخرج غدا إلى بلاد بعيدة، وأن عثمان سيقودها، وطلبت من بدر أن يكون خادما بسيطا في القافلة يسهر على حماية الإبل ويحمل الزاد، وأن يأتمر بأمر عثمان في كل صغيرة وكبيرة دون كبر أو ململمة. كان الاختبار قاسيا على رجل كان يوما سيدا للتجار أن يصبح خادما لمن كان حطابا فقيرا، لكن بدرا انحنى برأسه وقال بصدق: والله يا أمه، لو أمرتيني أن أمشي حافيا فوق الجمر خلف ركاب عثمان لفعلت، فإنه خير مني وأوفه، وأنا لا أستحق إلا أن أكون ترابا تحت أقدامكما. انطلقت القافلة في الفجر، وكان بدر يمشي على قدميه يجر زمام الإبل، بينما يركب عثمان وجواده الأصيل يتقدم الركب. وفي الطريق تعرضت القافلة لهجوم مفاجئ من قطاع الطرق في واد سحيق، ففر بعض الحراس من الخوف. هنا ظهر معدن بدر الجديد، فلم يهرب ولم يختبئ، بل استل سيفا قديما ووقف كالأسد يدافع عن عثمان وعن أموال أمه، وهو يصرخ: والله لا تصلون إلى مال زبيدة وفي عرق ينبض. وأصيب بجروح بليغة وهو يصد الهجمات، حتى تمكنوا من دحر اللصوص بفضل شجاعته واستماتته. عاد الركب إلى المدينة، وحكى عثمان لزبيدة كيف أن بدرا فداه بنفسه، وكيف أنه كان يرفض الأكل حتى يشبع عثمان والخدم، وكيف كان يقضي ليله حارسا للقافلة والدم ينزف من جراحه دون أن يشتكي أو يطلب راحة. بكت فاطمة تأثرا، لكن زبيدة ظلت صامدة، وطلبت إحضار بدر إليها وهو في حالته المزرية تلك، حتى دخل عليها والجراح تغطي جسده. نظرت إليه وقالت: لقد نجحت في حماية المال، فهل تستطيع حماية العهد؟ فسقط بدر مغشيا عليه من شدة التعب والنزيف. أمرت زبيدة بنقله إلى أفضل غرف القصر، وأتت له بالأطباء، وكانت هي من تسهر على تمريضه في الليل خفية لكي لا يراها، تضع الكمادات على جبينه وتمسح على رأسه وهي تهمس: يا ولدي، ليتك عرفت قدري قبل أن يعرف الزمان قدري. فكان بدر في غيبوبته يشعر بلمستها ويبتسم كطفل عاد لحضن أمه بعد ضياع طويل. وفي هذه الأثناء كانت جليلة قد وصلت إلى مرحلة من اليأس جعلتها تحاول التسلل للقصر لسرقة أي شيء، فقبض الحراس عليها وأحضروها أمام زبيدة، فارتعدت جليلة وظنت أن نهايتها قد حانت، لكن زبيدة نظرت إليها باحتقار وقالت: لا يستحق مثلك السجن، بل تستحقين أن تري كيف يعود الحق لأصحابه، وأمرت بطردها بعيدا عن حدود المدينة نهائيا. شفي بدر من جراحه، ووقف أمام أمه وعثمان وفاطمة بكامل وقاره، فقالت له زبيدة: يا بدر، لقد أثبتت أنك ابن صاعد حقا، ولكن عثمان وفاطمة هما سند هذه الدار، فهل تقبل أن تكون أخا لهما وشريكا لا سيدا عليهما؟ فبكى بدر وعانق عثمان عناقا طويلا، وأعلن أمام الجميع أن عثمان هو أخوه وصديق عمره.
تحول القصر من مكان للظلم والخصام إلى واحة للحب والوفاء، حيث صار بدر وعثمان يديران التجارة معا بصدق وأمانة، وصارت فاطمة وزبيدة يديران شؤون البيت والخير. وعاد العز لآل صاعد بفضل صبر الأم التي لم تنكسر ووفاء الغرباء الذين صاروا أقرب من الأهل، لتبدأ صفحة جديدة من السعادة الحقيقية التي لا تبنى على حساب دموع الآخرين. بزغت شمس العهد الجديد على القصر الكبير، وهي تحمل في خيوطها ضياء المصالحة التاريخية التي لم تشهد المدينة لها مثيلا في سالف العصور والدهمان. جلس بدر وعثمان وجها لوجه في مجلس التجارة العظيم، وبينهما دفاتر الحسابات وسكوك الملكية، ولكن هذه المرة لم تكن العيون تقدح شررا، بل كانت تفيض ودا وتقديرا متبادلا لا تشوبه شائبة. كان بدر ينظر إلى عثمان بفخر وامتنان، مدركا أن هذا الرجل البسيط قد حفظ إرث والده حين ضيعه هو، وأنه كان السند لأمه حين انقطع بها الرجاء، فكان يرفض أن يتخذ قراراً إلا بمشورة عثمان ومباركته. بدأت التجارة تزدهر بشكل فاق كل التوقعات، حيث اجتمعت حنكة بدر في الأسواق مع أمانة عثمان التي اشتهرت بين القوافل، فصارت علامة زبيدة التجارية ضمانة لكل تاجر يبحث عن الربح الحلال والكلمة الصادقة. وفي ردهات القصر كانت زبيدة تجتمع بفاطمة يومياً، لا لتدبير شؤون الخدم والمطابخ، بل لرسم ملامح الحلم الكبير الذي نذرت زبيدة حياتها لأجله منذ أن سكنت الكوخ الفقير في أطراف الغابة. قالت زبيدة لفاطمة والطفل علي جالس ينهل من حكمتها: يا ابنتي، إن الله لم يرد إلينا هذا العز لنكتنزه في الصناديق ونحبسه خلف الجدران، بل لنجعل منه جسرا يعبر عليه كل محتاج ومحروم. أمرت زبيدة بدرا وعثمان بشراء مساحة شاسعة من الأراضي المحيطة بالمدينة، لا لبناء بستان خاص أو قصر إضافي، بل لتأسيس ما أسمته مدينة الوفاء للفقراء، التي تفتح أبوابها لكل من ضاقت به السبل. بدأت أعمال البناء تحت إشراف بدر، الذي صار يشرف على العمال بنفسه، يواسيهم في تعبهم ويقتسم معهم الخبز، ليذكر نفسه دائما بأنه كان يوما واحدا منهم، وأن الفضل كله لله ثم لقلب أمه الصبور. صممت المدينة لتكون نموذجا للكرامة الإنسانية، حيث بنيت فيها بيوت صغيرة ومنظمة، ومدرسة لتعليم الأيتام لغات العرب وفنون التجارة، ومستشفى يعالج فيه الناس بالمجان على نفقة قصر زبيدة العامر. كان بدر يرى في كل طوبة توضع في جدار مدرسة أو بيت تكفيرا عن ذنب ارتكبه في حق أمه، فكان لا ينام الليل وهو يتابع تدفق المياه وحفر الآبار، لكي لا يعطش في مدينتهم فقير ولا ينكسر لهم خاطر. أما فاطمة فقد تولت إدارة دار النساء، حيث كانت تعلم الأرامل والمطلقات حرفة الغزل والنسيج، وتشتري منهن الإنتاج بأسعار مجزية لتبيعه في قوافل عثمان، فحولتهن من طالبات صدقة إلى سيدات منتجات يملكن كرامتهن. زبيدة كانت تخرج بمركبتها المغطاة لتشاهد الحلم وهو يتحقق على أرض الواقع، وحين رأت أول عائلة تسكن بيتا في مدينة الوفاء دمعت عيناها وقالت: الآن يا رب أشعر أن رسالتي قد بدأت، وأن طردي من بيتي كان بوابة لإيواء آلاف المشردين. لم تنس زبيدة فضل الكوخ القديم، فأمرت عثمان بأن يرمم الكوخ ويحيط بسور من الورد، ويجعل متحفا للعبرة يزوره الناس ليعرفوا أن العز يبدأ من التواضع، وأن ملك الله يؤتيه من يشاء من عباده الصالحين. وفي خضم هذا النجاح جاء خبر من أطراف البلاد بأن جليلة قد تدهور حالها، وأصبحت تعاني من مرض عضلال، وأنها تطلب الغفران من زبيدة قبل رحيلها عن هذه الدنيا الفانية بآلامها وحسراتها. نظر بدر إلى أمه ينتظر ردها، فقالت زبيدة بقلب صفى من كل كدر: يا بني،
نحن لا نشمت في الموت ولا في المرض، اذهب يا عثمان وأرسل لها من يعالجها ويؤمن لها مكانا كريما تقضي فيه ما تبقى من عمرها، فالعفو عند المقدرة هو شيمة الأحرار. أثبتت هذه الفعلة للجميع أن زبيدة لم تكن تطلب ثأرا شخصيا، بل كانت تطلب تقويم النفوس وتربية القلوب، فزاد احترام الناس لها ولابنها بدر الذي صار يعرف ببار المدينة بعد أن كان يعرف بعاقها الغادر المبين. استمر التعاون بين بدر وعثمان، فصاروا كاليد الواحدة، عثمان يخطط وبدر ينفذ، وفاطمة تزرع الحب وزبيدة تحصد الدعاء، حتى غدت تجارتهم الأكبر في بلاد المشرق، وصار يضرب بهم المثل في الوفاء بين الغرباء والبر بين الأبناء. الطفل علي كبر في هذا الجو المليء بالقيم، وصار يرافق بدرا في رحلاته، يتعلم منه كيف يتعامل مع الخسارة قبل الربح، وكيف يظل الرأس مرفوعا بالتواضع لا بالخيلاء الكاذبة التي تهدم الأمجاد وتفني الثروات. وفي نهاية هذا الجزء كانت زبيدة تجلس في ساحة القصر الكبيرة، يحيط بها بدر وعثمان وفاطمة وعلي، ونظرت إلى السماء وقالت: يا أولادي، المال يذهب ويأتي، والقصور تبلى وتسقط، ولكن الوفاء هو البناء الوحيد الذي لا يهدمه الزمان، فاحفظوا عهدكم وحافظوا على فقراء مدينتكم. كانت الكلمات تنغرس في قلوبهم كالبذور في الأرض الطيبة، والمدينة كلها كانت تنعم بالأمن والرخاء، بفضل صرخة مظلومة تحولت إلى بسمة أمة، وبفضل ابن عاد لرشده بعد أن كاد يضيع في تيه الضلال والغرور والظلم المبين. مرت الأعوام على مدينة الوفاء وهي تزداد شموخا، وصار اسمها يتردد في الحواضر والبوادي كمنارة للعدل ومنبع للرحمة تحت ظل السيدة زبيدة. ولكن الدهر لا يصفو لأحد دوما، فقد أطل بقرونه تحد كبير كاد أن يعصف بكل ما بني في سنوات الرخاء والهدوء. فقد هجم على البلاد قحط شديد وجفاف لم تشهد الأرض مثله منذ دهر، جفت فيه الآبار وغارت المياه واصفر الزرع وماتت الماشية، فبدأت أسعار الحبوب ترتفع بجنون حتى عجز الناس عن شراء رغيف الخبز الذي يسد الرمق. اجتمع تجار المدينة الجشعون واتفقوا فيما بينهم على احتكار القمح والحبوب لرفع أثمانها أضعافا مضاعفة، ظنين أن الفرصة قد حانت لملء خزائنهم من دماء الفقراء ودموع المحتاجين الذين لا ناصر لهم. وفي خضم هذه الأزمة جاء كبار التجار إلى بدر وعثمان وعرضوا عليهما الانضمام لهذا الحلف الشيطاني، وقالوا لبدر: أنت الآن سيد السوق، ولو حبسنا ما في مخازننا شهرا واحدا لملكنا رقاب أهل المدينة وصار الذهب في أيدينا كالحجارة. نظر بدر إلى عثمان فابتسم عثمان بسمة الواثق، فقام بدر وصرخ في وجوههم بكرامة من ذاق طعم الجوع يوما: والله لا يكون مالي خنجرا في صدور من آوتهم أمي، ولا يكون ربحي من جوع طفل أو آهة أرملة. انصرفوا فليس بيننا وبينكم إلا العدل. ذهب بدر إلى أمه زبيدة وأخبرها بما حدث، فنظرت إليه بفخر عظيم وقالت: يا بني، هذا هو يوم الوفاء، افتح مخازننا كلها وبع القمح للناس بسعر التكرفة، بل ووزع على سكان مدينة الوفاء بالمجان، ليعرف الناس أن مال زبيدة هو مال الله. جن جنون التجار الجشعين وبدأوا يحيكون المؤامرات لتعطيل قوافل زبيدة التي كانت تأتي بالحبوب من البلاد البعيدة، بل ووصل بهم الأمر إلى محاولة إحراق مخازن القصر الكبرى في ليلة ليلية بهيم لا قمر فيها ولا ضياء. وهنا تجلى إخلاص بدر التام، فقد كان يسهر الليل بنفسه حارسا للمخازن، يلبس درعه ويحمل سيفه، ومعه عثمان والطفل علي الذي كبر وصار عونا لهما.
وفي ليلة الهجوم المباغت وقف بدر كالطود العظيم يصد المرتزقة الذين أرسلهم التجار، وأثبت للجميع أن الابن الذي طرد أمه يوما هو اليوم الفدائي الذي يحمي إرثها وكرامتها بروحه ودمه. استطاع بدر وعثمان إفشال المؤامرة، وقبضوا على المحرضين وسلموهم للقاضي المنصور الذي أمر بمصادرة أموالهم وتوزيعها على المنكوبين، فكانت ضربة قاصمة لكل ظالم تسول له نفسه العبث بأقوات الناس ومصائر الفقراء والمساكين. فاطمة كانت لا تكل ولا تمل، فكانت تشرف على المطابخ الكبرى التي أقامتها زبيدة في ساحة المدينة، تطعم آلاف الأفواه الجائعة، وكانت تقول للنساء: هذا فضل الله ثم فضل الصبر، فاصبروا لعل الله يحدث بعد ذلك أمره. وبدر لكي يثبت إخلاصه لعثمان قرر أن يتنازل رسميا عن نصف حصته في الملكية لعثمان وذريته، موثقا ذلك عند القاضي لكي يضمن ألا يظلم عثمان أو عائلته من بعده، معتبرا إياه شريكا في كل دقة قلب وكل درهم ربح. زبيدة حين علمت بهذا التنازل بكت ساجدة لله وقالت: الآن يا رب أستطيع أن ألقى وجهك الكريم وأنا مطمئنة، فقد عاد ابني بارا وعوضتني بعبد صالح، وصارت الدار واحة للصدق والوفاء. انقشعت أزمة القحط بفضل تدبير زبيدة وإخلاص عثمان وبدر، ونزل المطر ليروي الأرض العطشة، ولكن المطر الأهم هو كان الحب الذي سكن قلوب أهل المدينة تجاه هذه العائلة العجيبة التي علمتهم أن الشدائد هي التي تصنع الرجال، وأن الوفاء هو الثروة التي لا تنفد أبدا. وفي ختام هذا الجزء وقف بدر فوق تلة تطل على مدينة الوفاء، وشعر براحة لم يشعر بها حين كان يملك القصر وحده، وأدرك أن السعادة الحقيقية هي في العطاء، وأن رضا أمه زبيدة كان هو المفتاح الذي فتح له أبواب الدنيا والآخرة بجمالهما وجلالهما. مرت الليالي والأيام ونسائم السعادة ترفرف على جنبات القصر العتيق، ولكن زبيدة بحكمة السنين وفراسة المؤمن شعرت أن شمس عمرها قد مالت نحو الغروب، وأن الأمانة التي حملتها قد آن أوان وضعها في أيد أمينة لا تزعزعها ريح الطمع. فطلبت إحضار الدوات والقراطيس، وجلست في محرابها الصامت تكتب الوصية الكبرى التي ستحدد مصير العز من بعدها، وكانت تكتب والدموع تبلل لحيتها البيضاء، لا خوفا من الموت بل حبا في هذا الكيان الذي بني بالدم والدموع والابتلاء المرير. وبينما كانت تكتب دخل عليها عثمان بوجه يكسوه التردد، وجلس تحت قدميها صامتا لفترة طويلة كأن في صدره سرا ينوء بحمله الجبال، حتى تنحنح وقال بصوت خافت: يا أمه، إن الوفاء الذي طوقتيني به يحتم علي أن أكشف لك عما كتمته في قلبي منذ تلك الليلة التي وجدناك فيها تحت المطر. نظرت إليه زبيدة باهتمام، فأكمل عثمان قائلا: أتعلمين يا أمه لماذا لم أقبل يوما أن آخذ من مالك درهما لنفسي، ولماذا كنت أخدمك بروح العبد المملوك وأنا حر طليق؟ ثم أخرج من جيبه قطعة قماش قديمة مهترئة كانت ملفوفة بعناية، وبسطها أمامها، فإذا هي منديل مطرز يحمل شعار عائلة زبيدة القديم. صعقت زبيدة، وقبل أن تنطق قال عثمان والدموع تغلبه: أنا لست غريبا تماما عن هذا البيت يا أمه، فوالدي كان حارسا في بستان والدك قديما، وفي سنة القحط الكبرى حين كاد الجوع يقتلنا كنت أنت طفلة صغيرة، وأعطيت والدي حصتك من الطعام سرا ليطعمنا.
لقد كبرت على ذكرى فضلك، وحين رأيتك ملقاة أمام كوخي عرفت وجهك فورا رغم تجاعيد الزمان، فكان إيواؤك قضاء لدين قديم في عنقي، لا منة مني ولا فضلا. فشهقت زبيدة وضمت عثمان إلى صدرها وهي تبكي بكاء هز أركان الغرفة. هذه المفاجأة المذهلة جعلت زبيدة تدرك أن الله لا يضيع مثقال ذرة من خير، وأن لقمة الخبز التي أعطتها للحارس قبل عشرات السنين هي التي عادت لإنقاذها من الموت والذل في أرذل العمر، فزادت يقينا بأن المعروف لا يبلى والوفاء لا يموت. نادت زبيدة بدرا وفاطمة وقصت عليهما ما كشفه عثمان، فجثى بدر على ركبتيه أمام عثمان وقال: والله يا أخي، لقد كنت ابنا لهذه الدار قبل أن أكون أنا، ولقد أثبتت أن القلوب الصادقة تتوارث الوفاء كما تتوارث الأنساب، فأنت صاحب البيت وأنا ضيفك. وضعت زبيدة لمساتها الأخيرة على الوصية، فأعلنت فيها أن القصر والمخازن ومدينة الوفاء تقسم بالتساوي بين بدر وعثمان، وأمرت بأن يبنى في قلب المدينة دار للضيافة تسمى دار الوفاء، لا يسأل فيها داخل عن اسمه أو أصله، بل يطعم ويكسى حبا في الله وذكرا لهذا السر الذي ربط بين الكوخ والقصر. جليلة التي كانت تعيش في دار الرعاية التي خصصتها لها زبيدة سمعت بهذا الخبر فبكت ندما وحسرة، وأدركت أن البيت الذي حاولت هدمه كان قائما على أعمدة من الوفاء لا تدركها النفوس المظلمة، فماتت وهي تدعو لزبيدة بالرحمة لتغلق صفحة الشر في هذه القصة بدمعة توبة متأخرة. أما عثمان وفاطمة فقد ازدادا تواضعا بعد كشف السر، وصار عثمان يقول لبدر: الآن وقد عرفت أصلي سأظل خادمك وأخاك، لأن يد أمهاتنا هي التي نسجت هذا الرباط المقدس، فصار التعاون بينهما مضربا للمثل في بلاد المشرق والمغرب، حتى قيل: لا يعرف من هو الابن ومن هو الصديق في بيت آل صاعد. الطفل علي الذي كبر وأصبح شابا يافعا تعلم من هذه الواقعة أن التاريخ يكتب بالمواقف لا بالأموال، فصار يرافق عثمان وبدرا في كل رحلة وينشر قصة منديل الوفاء بين الناس لتكون عبرة لكل غني يظن أن ماله يغنيه عن صنائع المعروف التي تقي مصارع السوء. وفي ختام هذا الجزء استلقت زبيدة على فراشها وهي تشعر بسلام داخلي لم تذق طعمه من قبل، تنظر إلى بدر وعثمان وهما يمسكان بيد بعضهما البعض، فابتسمت وقالت: الآن طاب الموت وطاب الخلود في ذكرى الوفاء. والمدينة كلها كانت تترقب بصمت وجلال لحظة انتقال الروح التي علمتهم أن الحب هو العملة الوحيدة التي لا تنقص قيمتها أبدا بمرور الزمان. خيم الصمت على أرجاء المدينة الزاهرة، وكأن الهواء توقف عن الجريان، وتجمعت السحب في كبد السماء تحجب ضياء الشمس إيذانا برحيل شمس بشرية أضاءت ظلمات القلوب لسنوات طوال. في الغرفة الكبيرة التي شهدت صلوات زبيدة ودعائها كانت الأنفاس تتردد ببطء وهدوء، يحيط بسريرها بدر وعثمان وفاطمة وعلي، والدموع تجري في المآقي بصمت يمزق نياط القلوب المكلومة. فتحت زبيدة عينيها اللتين غشاهما نور الآخرة، ونظرت إلى بدر نظرة طويلة ملؤها الصفح والحنان، ثم وضعت يدها المرتجفة في يده ويد عثمان، وجمعت بينهما في قبضة واحدة كأنها تلحم روحيهما إلى الأبد. قالت بصوت خافت كحفيف الشجر: يا أولادي، الموت ليس نهاية للحياة، بل هو بداية الأثر، وقد تركت لكم من المال ما يغنيكم، ومن الذكر ما يرفعكم، ومن الوفاء ما يحميكم من نوائب الدهر وغدر الزمان. يا بدر،
لا تنسى أن عثمان هو أخوك الذي ولدته لي الأيام حين جحدتني أنت. ويا عثمان، لا تنسى أن بدرا هو قطعة من كبدي التي عادت لي بطهر دعائك، فكوناك اليدين تغسل إحداهما الأخرى. أوصتهما بأن يدفن جسدها في مقبرة الفقراء لا في مقابر الأكابر، لكي تظل قريبة من القلوب التي آوتها، وأمرت بأن يجعل يوم وفاتها يوما لإطعام كل جائع في المدينة، ليكون آخر عهدها بالدنيا هو سد خلة محتاج. وما إن نطقت بالشهادتين حتى فاضت روحها الطاهرة إلى بارئها، فارتفع صوت النحيب في القصر ليتردد صداه في مدينة الوفاء، وفي كل زقاق مسحت فيه زبيدة دمعة أو جبرت فيه خاطرا مكسورا. خرج عثمان إلى شرفة القصر والدموع تخنق صوته، ونادى في الناس: يا أهل المدينة، ماتت أمكم زبيدة، ماتت من علمتنا أن الكرامة لا تباع وأن الحق لا يضيع. فصارت المدينة كتلة من الحزن المتفجر. شيعت الجنازة في مشهد لم تشهده البلاد قط، حيث حمل النعش بدر وعثمان والطفل علي، وخلفهم آلاف الفقراء الذين تركوا بيوتهم لوداع من آوتهم، وكانوا يصرخون: وداعا يا أم المساكين، وداعا يا ناصرة المظلومين. سار الموكب المهيب تحت رذاذ مطر خفيف، كأن السماء تشاركهم البكاء، وحين وصلوا إلى اللحد ارتمى بدر على التراب وهو يصرخ نادما على كل لحظة عقوق أذاقها لتلك المرأة العظيمة. فاحتضنه عثمان بقوة وقال: قم يا أخي، فإن برها اليوم يبدأ بتنفيذ وصيتها وحفظ عهدها. بعد انقضاء أيام العزاء اجتمع الجميع لفتح الرسالة الأخيرة التي تركتها زبيدة تحت وسادتها، وكانت موجهة لبدر وعثمان بكلمات كتبت بماء الذهب والصدق الخالص. جاء فيها: يا بنيه، إن القوة ليست في امتلاك الذهب، بل في امتلاك أنفسكم عند الغضب، وإن السعادة ليست في طرد الخصوم، بل في كسب القلوب، فاجعلوا من داري مدرسة تخرج أجيالا تعرف قيمة الوفاء. وأضافت في وصيتها سرا لم يعرفه أحد: لقد تركت لكما صندوقا مدفونا تحت عتبة الكوخ القديم، لا تفتحاه إلا إذا ضاقت بكما السبل وعاد الفقر يطرق بابكما، فهو الملاذ الأخير والسر الأكبر. أقسم بدر وعثمان أمام القبر الطاهر أن يظلا على العهد، وبدأت مرحلة جديدة من العمل الشاق لتوسيع مدينة الوفاء وجعلها ولاية مستقلة يحكم فيها بشرع الله وقانون الرحمة الذي أرسته زبيدة بدمائها ودموعها. مريم الخادمة التي ظلت وفية حتى الرمق الأخير أصبحت المسؤولة عن جناح النساء في القصر، تروي للفتيات الصغيرات قصة السيدة التي هزمت الظلم بالصبر، وكيف أن الكوخ الصغير كان أعظم من القصور المشيدة بالباطل. علي الشاب الطموح صار يجمع قصص زبيدة في ديوان سماه ملحمة الوفاء، لكي تتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل، ولا ينسى أحد أن هناك امرأة عربية غيرت وجه المدينة بقلبها الكبير وصمودها الأسطوري. وفي ختام هذا الجزء وقف بدر وعثمان فوق تلة تطل على المدينة، وتعاهدا أن يظلا كالجسد الواحد، لا يفرقهما طمع ولا يشغلهما مال عن خدمة المساكين، لتبقى روح زبيدة ترفرف فوقهم مباركة لكل خطوة يخطونها في طريق الخير والنور. كانت الوصية دستورا للحياة، وكان الرحيل بداية للخلود، والمدينة التي بكت زبيدة يوما صارت اليوم تفخر بأنها تحمل ثراها، وتعد العالم بأن قصة الوفاء لن تنتهي بانتهاء السطور، بل ستبدأ مع كل فجر جديد يحمل الأمل للمستضعفين. مضى عام كامل على رحيل السيدة زبيدة، والمدينة لا تزال تتنفس ذكراها في كل أذان فجر وفي كل لقمة عيش توزع على الفقراء. لكن النفوس البشرية لا تفتأ تختبر في معادنها حين يغيب الرقيب الكبير.
فقد بدأت رياح الفتنة تهب من الخارج حين طمع بعض ولاة الأقاليم المجاورة في ثروة مدينة الوفاء، ففرضوا عليها ضرائب باهظة وحاصروا قوافلها التجارية، ظنا منهم أن القصر قد ضعف بموت صاحبة الهيبة والوقار. اجتمع بدر وعثمان في مجلسهما، وبدأت ملامح القلق تظهر على الوجوه، فقد نفد الكثير من المال في سد حاجات الفقراء خلال سنوات القحط، وبدأت المخازن تخلو من الذهب اللازم لصد عدوان الطامعين وشراء سلاح يحمي المدينة. قال بدر لعثمان والهم يعتصر قلبه: يا أخي، لقد جفت الموارد، وهؤلاء الظلمة يطالبوننا بمال لا نملكه أو تسليم مفاتيح المدينة لهم، فماذا نحن فاعلون؟ والعهد الذي تركته أمي يطوق أعناقنا. تذكر عثمان في تلك اللحظة الحرجة وصية زبيدة الأخيرة عن الصندوق المدفون تحت عتبة الكوخ القديم، ذلك الملاذ الذي آواهم في يوم المسغبة، فنظر إلى بدر وقال بيقين لا يتزعزع: لقد حانت اللحظة التي تنبأت بها السيدة، لنذهب إلى الكوخ ونستخرج سرها الذي ادخرته لهذا اليوم العسير. انطلقا تحت جنح الظلام يرافقهما الشاب علي حتى وصلا إلى الكوخ الذي صار مزارا للعبرة، وبدأوا يحفرون تحت العتبة بقلوب واجفة وأنفاس متسارعة، حتى اصطدمت فؤوسهم بصندوق حديدي صغير قديم أكله الصدأ من الخارج. استخرجوا الصندوق وعادوا به إلى القصر سرا، وحين فتحه بدر بيده المرتجفة لم يجدوا فيه سبائك ذهب ولا جواهر نادرة كما توقعوا، بل وجدوا عباءة قديمة ورسالة مطوية ومجموعة من مفاتيح النحاس التي لا تشبه مفاتيح القصور. فتح بدر الرسالة وقرأها بصوت يتهدج بالبكاء: يا بني، إن الذهب يفنى والقصور تسقط، والسر الذي ادخرته لكما ليس مالا، بل هو الطريق إلى القلوب. هذه المفاتيح هي لمخازن سرية بنيتها في قلوب أهل المدينة الأوفياء الذين أنقذتهم من الجوع. اخرج يا بدر ويا عثمان إلى الناس، وأخبروهم أن المدينة في خطر، وانظروا هل يبيع الناس من آواهم. إن الكنز الحقيقي هو حب الرعية، فإن كل بيت في هذه المدينة هو مخزن لكما، وكل رجل هو جندي يحمي عهدكما بغير أجر. صعق بدر وعثمان من حكمة زبيدة التي علمتهم أن أقوى التحصينات ليست الأسوار، بل الوفاء المتبادل، فقرروا تنفيذ الوصية حرفيا، وخرجوا في الصباح الباكر وجمعوا أهل المدينة، وخطب بدر فيهم بصدق ودموع، شارحا لهم خطر الولاة الطامعين وقلة المال. وما إن انتهى من كلامه حتى حدثت المعجزة التي لم تخطر على بال، حيث بدأ الفقراء قبل الأغنياء يخرجون مدخراتهم البسيطة، فهذه امرأة تخلع خاتمها الوحيد، وهذا رجل يقدم محصول أرضه، وهذا شاب يعرض روحه للقتال دفاعا عن دار زبيدة التي حفظت كرامته. تجمعت من أموال الفقراء وقوتهم ثروة فاقت كل ما كان في خزائن القصر، وانطلق جيش من المتطوعين يسدون الأفق، فما كان من الولاة الطامعين إلا أن انسحبوا خاسئين حين رأوا أن المدينة ليست مجرد حجارة وذهب، بل هي قلب واحد ينبض بوفاء لا يهزم. أدرك بدر وعثمان أن زبيدة لم تترك لهما مالا ليحتميا به، بل تركت لهما أمة تحميهما، وأن الصندوق كان اختبارا أخيرا لمدى ثقتهم في الناس وفيما زرعته زبيدة من خير، فكان الدرس أعظم من كل كنوز الأرض وجواهرها. عاد الهدوء للمدينة، واحتفظ بدر بالعباءة القديمة التي كانت في الصندوق، وكان يلبسها في كل يوم يخرج فيه لتفقد الرعية، ليتذكر دائما أن عزه بدأ من فقر أمه وصبرها، وأن الوفاء هو الحصن الحصين الذي لا تطاله منجلقات الظلم والعدوان.
وفي ختام هذا الجزء وقف عثمان وبدر يعانقان بعضهما البعض فوق أسوار المدينة، ينظرون إلى الناس وهم يتبادلون الحب والعمل، وشعر بروح زبيدة تبتسم لهما من فوق الغمام، مباركة لهذا الثبات وهذا الوفاء الذي جعل من الغريب أخا، ومن العاق بارا، ومن المدينة الفاضلة حقيقة واقعة تحكى للركبان. استعد الجميع للجزء الأخير، حيث ستكتمل دائرة الزمن، ويسلم الجيل القديم الأمانة للجيل الجديد، لتبقى قصة زبيدة وبدر وعثمان خالدة في وجدان الزمان، تروي للأجيال كيف يصنع المجد من حطام الانكسار، وكيف يبنى الخلود بمداد الوفاء والصدق المطلق. مرت السنون تلو السنون، وتعاقبت الفصول على مدينة الوفاء، حتى أصبحت مملكة للعدل يشار إليها بالبنان في مشارق الأرض ومغاربها. وقد شاب شعر بدر وعثمان، وانحنت ظهورهما تحت ثقل الأمانة، لكن قلوبهما ظلت نابضة بعهد السيدة زبيدة، الذي لم يزدد مع تقادم الأزمان إلا بريقا وجلالا. كان بدر قد أصبح شيخا وقورا، يقضي معظم وقته في البستان الذي شهد انكساره الأول وتوبته النصوح، وكان يجمع أحفاده وأحفاد عثمان حوله ليقص عليهم الحكاية من بدايتها، لكي لا ينسى جيل ما فعلته تلك المرأة العظيمة، ولكي يدركوا أن القصور التي يسكنونها لم تبنى بحجارة الطين، بل بنيت بدموع الصبر ومرارة الحرمان. وفي يوم مشمس من أيام الربيع، شعر عثمان ودقات قلبه تتسارع أن وقت اللحاق بزبيدة قد اقترب، فنادى بدرا والجميع، وطلب منهم أن يحملوه إلى الكوخ القديم، ذلك المكان الذي بدأ منه كل شيء، والذي ظل محافظا على طهره وبساطته رغم كل العز المحيط به. اجتمع الشمل في الكوخ، ونظر عثمان إلى بدر وقال له بصوت يملأه الرضا: يا أخي، لقد وفينا بالعهد وحفظنا الأمانة، والآن أستطيع أن ألقى السيدة بوجه أبيض، وأقول لها إن بدرا قد صار بارا، وإن عثمان قد ظل وفيا، وإن الفقراء لم يبيتوا ليلة واحدة جياعا في مدينتنا. أغمض عثمان عينيه وفاضت روحه بسلام، فلحق بزبيدة تاركا وراءه ابنه علي الذي صار سيدا للتجار من بعده، ليضرب عثمان بموته مثلا آخر في الوفاء، حيث أوصى أن يدفن عند أقدام قبر زبيدة ليكون خادما لها في موته كما كان في حياته. تأثر بدر لرحيل رفيق دربه تأثرا كبيرا، وشعر أن الحلقة قد اكتملت، فقرر في أيامه الأخيرة أن يضع بصمته النهائية على قبر أمه، فأمر بنقش لوحة رخامية كبيرة كتبت عليها كلمات بماء الذهب، لتكون الدستور الخالد لكل من يمر من هناك، وجاء فيها: هنا ترقد من طردها ابنها، لتجد في الله ملاذا، وفي الغرباء أهلا، وفي الصبر نصرا. يا أيها الداخل، اعلم أن الوفاء هو الثروة التي لا تفنى، وأن رضا الأم هو الجنة المعجلة، وأن من فقد أصله فقد نفسه، ولو ملك كنوز الأرض قاطبة. لم يمض وقت طويل حتى لحق بدر بهما، ودفن بجانبهما في تلك المقبرة التي صارت مزارا لكل صاحب حاجة وكل تائه يبحث عن طريق الحق. وأصبحت قصة آل صاعد وزبيدة وعثمان ملحمة تدرس في المدارس، وتغنى في الأسواق، وتروى للأطفال قبل النوم، لغرس قيم البر والوفاء في نفوسهم. علي ابن عثمان تولى القيادة من بعدهم، وأبقى أبواب القصر مفتوحة، وأبقى مدينة الوفاء وقفا لله وللمساكين، وظلت العباءة القديمة التي وجدوها في الصندوق معلقة في صدر الديوان الكبير، لتذكر كل حاكم يأتي من بعدهم أن العز يبدأ من خدمة الضعفاء، وأن السقوط يبدأ من نسيان الفضل والتعالي على من كانوا سببا في الوجود. جليلة التي لم يبق منها إلا الذكرى السيئة، صارت قصتها تحذيرا لكل زوجة تسعى للتفريق بين المرء وأمه، وصار اسمها مرادفا للغدر الذي يقتل صاحبه قبل أن يقتل الآخرين،
بينما ظل اسم زبيدة عطرا يفوح في كل ركن من أركان المدينة، يبارك الزرع والضرع والنسل. انتهت فصول القصة، ولكن أثرها لم ينتهي، فما زالت الأجيال تتحدث عن الخاتم والختم والكوخ، وعن ليلة المطر التي غيرت مجرى التاريخ، وعن الابن الذي عاد من تيه الغواية إلى شاطئ النجاة بفضل دعاء لم تعرف اليأس يوما، وبفضل وفاء رجل غريب كان أوفى من القريب. كانت القصة طويلة، مليئة بالآلام والآمال، ولكنها في نهايتها كانت انتصارا للروح الإنسانية في أبهى صورها، وإثباتا قاطعا بأن الله يدافع عن الذين آمنوا، وبأن عاقبة الظلم بوار، وعاقبة الوفاء خلود وسعادة لا تنقطع حتى في غيابات القبور وظلمات الزمان البعيد. وفي ختام هذه الملحمة تغلق الستار على مدينة لا تعرف الظلم، وعلى قلوب تعاهدت على الحب، وعلى قبر ينطق بالحق، لتبقى القصة منارة لكل يوتيوبر يسعى لنشر العبرة، ولكل مشاهد يبحث عن ضالة الوفاء في زمن كثر فيه الجفاء، ولتكون السيدة زبيدة هي البطلة الخالدة التي هزمت الدنيا بقلبها الصغير وإيمانها الكبير.